نبدأ بسم الله وبالصلاة على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ السبع بهارات. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. وصفتنا النهاردة هتكون صوص التومية. هنعمل التومية في البيت بكل سهولة، هنعملها بمكونات بسيطة جدا. إن شاء الله هتعملها في البيت ومش هتشتريها من بره تاني. تعالوا اما نشوف مع بعض المكونات والطريقة. معايا كوبايتين من المية و3 معالق كبار من النشا. بدوب النشا كده مع المية على البارد قبل ما احطهم على النار، وبعد كده برفعهم على نار متوسطة مع التقليب المستمر. بفضل اقلب الخليط بتاعنا لحد ما القوام يتقل كده زي ما انت شايفة في الفيديو. القوام كده بيبقى عامل زي المهلبية التقيلة. وبكون مجهزة معايا معلقة صغيرة من الثوم المفروم، بفرمه ناعم علشان ما يغلبنيش وانا بطحن الصوص بتاعي في الخلاط. بحط الثوم مع النشا وبطفي النار مباشرة. الخطوة دي بتخلي الثوم بتاعي بيبقى مش حاد جدا في الصوص بتاعي، وطعمه بيكون معتدل لما بتيجي تاكليها. بسيب الخليط بتاعي لحد ما يبرد تماما، وبعد كده بحطه في الخلاط وبنزل عليه بربع كوباية من الحليب وعصير ليمونتين كبار ومعلقتين كبار من الخل ومعلقة صغيرة من الملح، ومعايا كمان علبة من الزبادي وزنها تقريبا 150 جرام. وبحط كمان نص كوباية من المايونيز، ومعايا كمان نص كوباية من الزيت هنستخدمها بعد شوية. هنحط الزيت كده بالتدريج. بخلط المكونات معايا كلها في الخلاط زي ما انت شايفة كده. بتخلطيها على السرعة الأولى لحد ما القوام بتاعك ينعم خالص ويتقل كده بالشكل ده. وأول ما بتتأكدي ان هو ناعم خالص والثوم ما عادش باين خالص في الصوص، بتبدأي تنزلي بالزيت بالتدريج زي ما انت شايفة كده مع الخلط. أول ما بتحط الزيت بيبدأ القوام بتاعي بيتقل. بتنزلي بنص كوباية من الزيت زي ما انت شايفة كده. بتفضلي تطحني فيه لحد ما القوام بتاعك بيتظبط معاكي وبيتقل معاكي. في النهاية في البداية بيكون الصوص بتاعي خفيف، لان طبعا مع الضرب في الخلاط بيكون سخن شوية، فوانتوا بتصبيه كده بيكون القوام زي ما انت شايفة كده في الفيديو خفيف. لكن ما بتسيبيه بيبرد بيبقى معاكي تقيل وجميل جدا. بتستخدميه في السندوتشات ما شاء الله جميل ومظبوط وطعمه مظبوط جدا، وطعم التوم مش باين كتير فيه لان احنا حطيناه مع النشا على النار، فخد حرارة شوية من النشا فالحدة بتاعته بتقل شوية. شايفين قوام الصوص ما شاء الله بدأ يتقل معايا. ينفع تحطيه في السندوتشات جميل جدا. ان شاء الله لما تعملي الطريقة دي مش هتشتريه من بره تاني. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتشيري الفيديو علشان يوصل لعدد كبير من المشتركين. واسيبكم في امان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.